شيكابالا قائد نادي الزمالك عن عدة مواضيع مهمة تخص النادي واللاعبين. أعرب عن رغبته في انضمام رمضان صبحي للزمالك، مشيرا إلى أنه لم يستشر في هذا الشأن، لكنه كان سيوافق لو سئل. كما تمنى عودة جنش إلى الزمالك، مؤكدا أن جنش لا يرغب في خسارة فريقه. كشف شيكابالا عن مفاوضاته السابقة مع الأهلي وكيف كان قريبا من الانضمام إليهم، لكنه قرر في النهاية عدم الانتقال. أعرب شيكابالا عن تقديره العميق لممدوح عباس الرئيس السابق للزمالك لدعمه المستمر للنادي، وأشار إلى شعوره بالغربة عند الانضمام للمنتخب المصري وعدم رغبته في العودة. كما تحدث عن استعداده للتدخل من أجل حل الأزمة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي. نصح مصطفى شوبير بالبقاء في الأهلي ليتعلم من محمد الشناوي. وأكد شيكابالا استمرار زيزو مع الزمالك وأهميته للفريق، وأعرب عن ثقته في أن أحمد فتوح لن ينتقل إلى الأهلي. وأرجع تفوق الأهلي في البطولات الأفريقية إلى الدعم المادي. كما ذكر أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل حواره مع إمام عاشور. أعلن شيكابالا عن نيته الاعتزال بنهاية الموسم المقبل، واعترف بخطئه في الرد على جماهير الأهلي وتمنى عودة العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين. وأعرب عن أمله في أن تذهب العوائد المادية لمباراة السوبر الأفريقي لدعم غزة. وأكد أن محمد الشناوي لديه حق في بعض الأمور، لكنه أخطأ في التعميم. تصريحات شيكابالا تعكس دوره القيادي وتفكيره العميق في قضايا النادي واللاعبين والمشجعين. في حديثه لقناة أون تايم سبورتس، أوضح محمود كهربا نجم النادي الأهلي أن إمام عاشور زميله بالفريق لم يطلب قميص أي لاعب خلال مباراة نهائي كأس مصر. وأشار إلى أن الأمر لم يكن إلا سوء تفاهم نتج عن تكرار تعليقات من شخص، ما تفيد بأن عاشور سيعود إلى نادي الزمالك في نهاية الموسم. وأكد كهربا أن عاشور الذي كان في معسكر مع المنتخب ولم يستطع الرد على التصريحات يحظى بدعم جمهور الأهلي ولا يحمل أي ضغينة تجاه جمهور الزمالك، مشددا على احترام عاشور للجميع رغم الضغوط التي يواجهها.